السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي شهوات فاطمة في نطاق، نتمنى تكونوا في صحة جيدة. وانتم كتشوفوا معايا هاد الطلبية، الصراحة هاد الطلبية المزروبة كيف كنقولوا، يعني واحد لاكوموند اللي في واحد الوقت اللي هو قصير 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 قصير. وانتم عارفين يعني ملي كتجيك الخدمة على غفلة، الصراحة تيكون شوية الضغط بزاف. ماشي فحال ملي كتكون عندك السخرة في الدار وتيكون عندك كلشي في الدار، واخا جاك الخدمة مزروبة كتفك راسك. ولهذا غتبقاو معايا تشوفوا كيفاش غنفك هادشي، وان شاء الله داز كلشي بخير وعلى خير. وكذلك هنايا كيف ما كتشوفوا معايا كاين حتى هاد التحليه الرائعه الصراحه والجميله. الا كنت اول مره كتزوروا القناه فمرحبا بكم والف مرحبا. وكنشكر الناس القدام اللي دائما كيشجعوني. اذا كيف ما كتشوفوا معايا هنايا الدجاج يعني لكم، تعملوا كيف ما بغيتو. ممكن تقطعوا طريفات صغار، ممكن تخليه مكمل، ممكن على 4 كتخليوه يعني حتى كيطيب على حقه وطريقه. وهنايا من بعد ما كيطيب لينا الدجاج كنزولوه وكنخليوه تيبرد، يعني الطريقه معروفه وكلشي كيعرف انه صايب البسطيله. كذلك هنايا بالنسبه للوز، شوفوا معايا هذا اللوز هذا تبارك الله، يعني كنقشروه وكنخليوه حتى كينشف مزيان، عاد اننا كنقليوه كامل. ومن بعد كنطحنوه وكنخليوه شويه مهرمش كيف ما كتشوفوا معايا هنايا. صافي هنايا كنطحنوه. وهنايا كذلك عندي شوفوا يعني ديك العقده، كيف نيه ناشفه الصراحه ومعلكه. صراحه ما عندي ما نقول، يعني جات شي حاجه روعة ما شاء الله، والله يزين الصنعة. وهنايا الدجاج كذلك كنزولو ديك العظيمات ديالو، ديك الجلدة ديالو، وكنخليوه شوية طريفات يكونوا يعني كبارين، ماشي طروفات كل ستوين ولا صغارين. وكذلك هذا هو اللوز ديالنا. من بعد ما هرمجناه كامل كنضيفو عليه السكر، شويه القرفه، شويه مزهر. يعني كاين اللي كيعلكو بزاف، كاين اللي كيخليه مهرمش. انا كيعجبني على هاد الطريقه هذه. وكذلك هنايا عندنا الورقه. انا قلت غادي نشارك معكم يعني غير بعض اللقطات، علاش لحقاش البسطيله ديال الدجاج خدمتها معكم بزاف بزاف بزاف. يعني عندي في القناه شحال من فيديو عندي، بغيتو نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. انا غنخليه لكم في صندوق الوصف انكم تشوفوا الطريقه من الاول حتى الاخر. بغيتو نعاود معكم الفيديو على الراس والعين خليوها لي في التعليق، ونعاود معكم فيديو من الاول حتى الاخير. غير غبت عليكم شويه وقلت علاش لا ما نشاركش معكم ولو يكونوا غير لقطات، ونشارك معكم هذه الطلبيه هذه. صافي بالنسبه هنايا الورقه، انا راني كندهن غير بالزيت، ما كنعملش الزبده بتاتا، غير الزيت. والصراحه كتجي فيها واحد القرمشه راه ما نشكرها لكم شي. وصافي وهنايا كنعمل في الاول يعني ديك العقده هي الاوليه. كتشوفوا كيفاش هي عامله العقده، يعني ديك البصل ديالنا اللي مع البيضات هو في الاول. ومن بعد ممكن انكم تعملوا طبقات، ممكن انكم تخلطوا يعني كل واحده وكيفاش كتخدم يعني البسطيله ديالها. صافي هنايا عي كنشارك معكم. انا هنايا وجدت كنت 3، ومن بعد غنكمل. الصراحه يجي فيها حتى الدجاج باين، وكتعمل صراحه واحد الكميه ديال الدجاج ماشي غير شويه. صراحه راه كيف ما كنقولوا البسطيله ديال الدجاج يعني خصها تجي شويه باين فيها الدجاج مزيان. وكنبقاو نضيفو كذلك اللوز، يعني واحد الكميه معقوله ديال اللوز، يعني غير عملو صافي. انا كنصور معكم غير اللقطات ونتمنى يكون الشرح واضح. هنايا راني يعني عملت واحد بحال قلنا عملت اللوز شويه قبل من الدجاج، يعني بحال كثرت فيها اللوز. هانتوما غتشوفوا غتفهموا. وكنضيف الدجاج وعاود في الاخير كنعمل اللوز، يعني واضح ومفهوم على ما اظن. راه مفهوم يعني المونتاج كيفاش عملت لها. وكل واحد كيفاش كيعمل، كاين اللي كيعمل غير طبقه طبقه، كاين اللي كيخلط كلشي وصافي. وكنجمعوا البسطيلات ديالنا كاملين. وهنايا بغيت نشارك معكم هذا الشكل هذا الصراحه اللي هو شكل سهل، وفي نفس الوقت يعني واحد يعني التزيين تيجي الصراحه رائع، وماشي شي حاجه اللي صعيبه. ولهذا قلت نشاركو معكم.
صافي. وكنبقى نشبر واحد الطريف د الورقه، راه كيف ما شفتو عندي، وكيجي هيدا مربوط بحال لاسيتو، بحال الفراشه، بحال نتوما غتفهموا كيفاش المنظر ديالها. صراحه كيجي واعر هذا المنظر. دابا تشوفوا في الاخير في التزيين ديالها كيجي مزيون. ودابا كتديوهم الفران يطيبوا على خاطرهم، يعني البصيله كتبغي الوقت في الفران والعافيه مهيله باش كتجينا ديك القرمشه مزيانه. وهنايا هاد التحليه يعني عندي هنايا فلان. كيف ما معروف يعني في الشمال قليل اللي كيعمل فروته. الاغلبيه الناس كيعملوا يعني فلان. فلان هو اللي تيكون تقريبا في جميع المناسبات، ماشي ضروري ولكن كل وجهده. وكذلك في هاد ليفرين هادو عملت هاد يعني الفواكه. كاينه الفواكه اللي كتكون معلبه وفواكه طريه، كنمزج بيناتهم كيف ما كتشوفوا معايا. يعني كنعمل واحد شويه ديال الفواكه يعني في القاع ديال ليفرين على هاد الشكل هذا. يعني هادشي اختياري، يعني كل واحد كيزين بداكشي اللي عنده وداكشي اللي متوفر عنده. صافي. وهنايا شويه ديال الكريمه وكنعمرو ديك ليفيرين على هاد الشكل هذا. الصراحه جا شكل راقي وجا مزيون ومزيون بزاف بزاف بزاف. صافي. كنبقاو هيدا حتى كنكملو ديك الكميه اللي عندنا ديال ليفيرين كامله. صافي على هاد الشكل هذا. هنايا ممكن انكم تعمروهم غير هنايا عطاهم شويه حقهم يبانوا قبيله. الاضاءه كانت بزاف ما كانش واضحه الصوره مزيان، دابا فعلا واضحه الصوره مزيان. ممكن انكم تعملوا بشي موسو شوكولا، ممكن انكم تعملوا بمهلبيه، ممكن انكم تزينوا باش ما بغيتوا يعني تعمروا هاد ليفيرين. وكذلك في الاخير كنعملوا هاد الشرائح ديال الفواكه الطريه على هاد الشكل هذا. الصراحه جا الشكل ديالهم مزيون. شفتوا كيفاش جاو الصراحه مزيونين. وملي كتاكل كتجبر تاكل نعطاو فروته، يعني شكل الصراحه رائع. ومن بعد ما كيبرد لينا داك الفلان ديالنا مزيان كنخليوه حتى كيبرد. من الاحسن يبات ليله كامله في النبيره حتى كيبرد مزيان. من الاحسن او من الصباح حتى الليل حتى يعني ياخذ الوقت ديالو. وصافي. وكنقلبوه على هذا الشكل هذا. كنت كيف ما شفتوا هاد الليمون هادو صراحه كيعطيو تزيد واحد الجماليه لهاد الفلان هذا. الصراحه جا الشكل ديالهم رائع. ونتمنى انكم تخليو لي التعاليق وتقولوا لي كيف جا الشكل ديال هاد التحليه، واش عجبتكم او ما عجبتكمش. خليوها لي في التعاليق. صافي. ومن بعد ممكن انكم تعملوا غير شويه اللوز ايفيلي. ممكن انكم يعني هاد الشكل د هاد المول ولو ما تزينوا حتى بشي حاجه، اصلا هو مزيان راسو. ولكن حتى هيدا جا الصراحه غايه في الروعه. والناس يعني صحاب لا كوموند عجبتهم لا كوموند بزاف وشكروا وعاودوا. الانسان كيعمل اكثر من جهده. الله يعاون اي واحد والله يسهل على اي واحد وهادشي اللي غنقول لكم اخوتي. وبالنسبه للتزيين ديال البسطيله نتمنى تخليو لي الاراء ديالكم. ما تبخلوش عليا بالاراء ديالكم، ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم، حتى الانتقادات ديالكم. علاش لا؟ كلشي مقبول منكم وكلشي يتمنوا عسل. الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه فمرحبا بكم والف مرحبا. قلتها لكم من قبل وكنعاود نقولها لكم. وكنرحب كذلك دائما بالناس اللي مسانديني من دائما. ولا كنتو ماشي مفعلين الجرس فعلوه، الا كنتو ماشي مشاركين اشتركوا في القناه. والى فيديو قادم باذن الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. شكرا لكم جزيلا.